أهلا وسهلا بيكم في حلقة وجولة جديدة من جولات برنامجكم رمضان حول العالم. رمضان السنة دي معانا هيكون أحلى لأننا زي ما وعدناكم هنقطف لكم من كل بستان زهرة وهناخدكم في كل بلد جولة علشان نتعرف على أغرب وأقدم العادات انتشار ما بين الدول. ودولتنا النهاردة جزء كبير جدا منها موجود في قارة آسيا و3% بس موجودين في قارة أوروبا. ولما نتكلم عن دولة النهاردة ما نقدرش أبدا ننسى أهم وأكبر المدن الرئيسية فيها واللي بيكون فيها أكبر قدر من الاحتفالات بشهر رمضان الكريم، أو زي ما بيلقبوه بسلطان الشهور، وهي مدينة اسطنبول. المدينة ديت بتحتفل بشهر رمضان بشكل مميز. لما تحب كده بتبقى عاملة زي المركز أو العاصمة بتاعت بقية المدن، بيكون فيها أكبر قدر من التجمعات وأكبر قدر من الاحتفالات. أما بقى بالنسبة للستات في تركيا فبتستقبل شهر رمضان الكريم بالزغاريد وبتبخر البيت بالمسك والعنبر علشان ريحة الشوارع والميادين كلها يبقى مسك وعنبر، بتبقى ريحة مميزة وليها طابع خاص وفريد لشهر رمضان الكريم. اما عن الشوارع فبيبداوا ان هم يعلقوا الزينه وبيعلقوا الاضواء على المساجد او المآذن بتاعه المساجد، وبيحطوا كده عبارات ترحيبيه موجوده على لافتات مضيئه مكتوب عليها اهلا رمضان او مرحبا بك سلطان الشهور. اما بقى عن المائده التركيه فالمائدة التركية بتبقى غنية بقدر كبير جدا من الأطعمة، سواء كانت الأطعمة الأساسية أو الحلويات أو المشروبات. فما يقدروش يستغنوا ابدا عن الزيتون والتمر وشوربة العدس، وفي خبز بيتصنع مخصوص علشان شهر رمضان اسمه خبز اللبيدة، ده هتلاقيه موجود على كل الموائد التركية. كمان عندنا بقى العصاير زي عصير التوت الاسود والتمر الهندي واللبن، دول موجودين بشكل اساسي ومستمر على السفرة او المائدة التركية. اما عن الحلويات فهتلاقي موجود البقلاوة وهتلاقي المهلبية وهتلاقي الجلاش، وموجود كمان المكسرات. بالنسبة بقى لقبل الفطار كده يعني ساعة المغرب في عادة كده جميلة جدا، وهي عادة مدفع الإفطار. مدفع الإفطار ديت هي عادة لسه متمسكين بيها لحد دلوقتي وموجودة في تركيا، شخص بيقوم بدوت كل يوم خلال ال30 يوم. أما عن العادات اللي متوارثينها من أيام العهد العثماني وأنا بعتبرها عادة جميلة جدا جدا جدا، وهي حلقة البقية. حلقة البقية ديت بتبقى عبارة عن حلقة بيتم فيها ان كل يوم شخص بيبقى صوته حلو بيتلو او بيقرأ جزء من القرآن وهم بيرددوا وراه في السر. فعلى نهاية الشهر الكريم او بعد 30 يوم بيبقى كل اللي موجودين في الحلقة دولت ختموا القرآن الكريم. انا شايفاها بأمانة من اجمل واروع العادات. وفي بقى موائد الرحمن ودي بتشبهنا كتير جدا، وازدحام الاسواق طبعا بيبقى فيه اقبال شديد جدا على المنتجات علشان شهر رمضان، خصوصا بقى المكسرات والتمر والجبنة والبسطرمة، كل الحاجات دي بيبقى عليها اقبال شديد. في تركيا بعد الفطار بيبقى في وجبة كده ما بين الفطار والسحور. الوجبة ديت في اغلب الوقت بتبقى يعني نفس الوجبة، نفس المواد الغذائية او نفس الاكل اللي كلوه على الفطار بيبقى هو اللي موجود في الوجبة اللي ما بين السحور والفطار. وزي كده عاداتنا الجميلة هنا المسحراتي اللي بيعدي كل يوم علشان ينبه الناس بان هم يقوموا يتسحروا قبل اذان الفجر. برضو تركيا عندها العادة الجميلة دي، بالرغم ان هي قلت الا انها ما اندثرتش، ما زالت موجودة حتى يعني لحد دلوقتي. رمضان كريم عليكم، يا رب تكون جولتنا في تركيا عجبتكم، وانتظرونا في جولة جديدة بدولة جديدة مع برنامج رمضان حول العالم.